السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا كنت في فيديو جديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن كل الأحداث اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا، وكمان هنقول ما مصير الصفقات الجديدة بتاعة الزمالك، هل هتتأيد ولا لا. هنبدأ كده الأول بأخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي النهارده سافر السودان، طبعا استعدادا لمباراة الهلال السوداني يوم السبت القادم ان شاء الله الساعة 3 العصر. الاهلي النهارده سافر بكل القائمة ما عدا لاعبين، وهم طبعا برونو سافي بسبب الإصابة، وأيمن أشرف بسبب أسباب فنية. وبالنسبة لشادي حسين وأحمد قندوسي هم موجودين في القائمة، واحتمال نشوف شادي حسين بيشارك في مباراة الهلال السوداني. الاهلي خد كل الصفقات، خالد عبد الفتاح، مروان عطية، واحمد قندوسي، بس كريستو للاسف مش متواجد مع النادي الاهلي لانه طبعا مع المنتخب التونسي للمحليين وعنده مباراة قادمة. طب خالد عبد الفتاح هيلعب الماتش ده ولا لا؟ خالد عبد الفتاح مش هيلعب المباراة دي بسبب طبعا اللي هو خد كارت احمر في كأس العالم للأندية، فهو هيغيب مباراة وهي طبعا مباراة الأهلي أمام الهلال، لكن هو هيشارك مع الأهلي في مباراة أسوان بشكل طبيعي جدا. طب نخش كده بقى في موضوع كهربا عشان ننهي الحوار خالص. كهربا خلاص، كهربا جاهز بالدفع، وهو جاهز بالمبلغ اللي هو هيدفعه، مبلغ جاهز، وكهربا كمان جاهز لدفع المبلغ وكله تمام، وكهربا جاهز للدفع في أي وقت، واحتمال كبير جدا نشوفه في مباراة الهلال السوداني أساسي مع الأهلي. النهارده طبعا الأهلي اتدرب تدريب خفيف طبعا مع وصولهم من السودان، اللعيبه نزلت تتدرب في الملعب بشكل طبيعي وتدريب خفيف، وان شاء الله هيكملوا التدريبات بكره. وكمان المباراه هتكون مباراه مهمه جدا. توفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في البطوله دي، وطبعا اول ماتش للاهلي في البطوله دي هذا الموسم، والاهلي خلاص اعلن بشكل رسمي اللي هو هيشارك في البطوله العربيه هذا الموسم، وان شاء الله الاهلي يكون بطل البطوله دي. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباراه القادمه. ولا بنا ننتقل على اخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك حاليا متواجد في ليبيا استعدادا لمباراه المريخ، طبعا وصل امبارح بالامس واتدرب بشكل طبيعي جدا في الملعب، وزي ما انتم شايفين دي القائمه اللي موجوده حاليا مع نادي الزمالك في ليبيا. طب ما هو مصير الصفقات؟ هل الصفقات هتتأيد ولا لا؟ تعالوا كده نبدأ من الأول. نادي الزمالك بعت للفيفا خطاب إن اتحاد الكورة مش عاوز يجدد أو مش عاوز يأيد اللاعبين. الفيفا ردت النهاردة قالت اللي ده شأن داخلي، احنا ما احناش عاوزين نتدخل فيه. أنا شايف من وجهة نظري اللي ده رد كويس، ده رد محترم من الفيفا. ليه؟ انت حاليا المشكله ما بين اتحاد الكره المصري ونادي الزمالك. نادي الزمالك عليه فلوس لاتحاد الكره المصري، المفروض اللي هو يدفع علشان ايه اللاعبين، واتحاد الكره المصري كان بعت لنادي الزمالك قال له في حال لو انت ما دفعتش الفلوس اي صفقات جديده في يناير 23 مش هتتأيد. نادي الزمالك جمع فلوس وبعتها، وبعت النهارده جزء. طب هل الدنيا هتبقى ماشيه ازاي خلال اليومين الجايين؟ احتمال كبير نشوف اللعيبه بتلعب، واحتمال اخر نشوف اللعيبه ما بتلعبش. يعني ناصر منسي واحمد بالحاج ومحمود شبانه اللي انا شايفهم من وجهه نظري لعيبه كويسه، ممكن ما نشوفهمش خلال 6 شهور، وممكن نشوفهم ممكن نشوف اللعيبه. وانا من وجهه نظري اللعيبه ملهاش ذنب، يعني من وجهه نظري اللعيبه دي ملهاش ذنب اللي هي تتمرمط مع النادي. لعيبه محترمه، لعيبه كويسه جدا. انا من وجهه نظري انا شايف محمود شبانه ده لاعب مدافع كويس جدا، واحمد بالحاج ده لو خد فرصه هيبقى نص ملعب او صانع لعب كويس، وناصر منسي نفس الكلام. فانا من وجهه نظري انا شايف اللعيبه المفروض تتأيد، اللعيبه المفروض تلعب، اللعيبه مش علشان النادي عليه فلوس اتحاد الكوره فاتحاد الكوره ما يقيدهمش. فخلاصه الكلام اليومين الجايين دول هم اللي هيحسموا اللعيبه هتلعب ولا لا. طبعا كان المفروض الزمالك ياخدهم معاهم حتى لو مش هيلعبهم، زي ما كولر النهارده عمل مع خالد عبد الفتاح. خدوا النهارده معاه السودان، وخالد عبد الفتاح اصلا مش هيلعب بس خدوا معاه طبعا يشوف الاجواء، وكمان علشان لما الاهلي يرجع من السودان هيبقى عنده مباراه مع اسوان، فلازم نادي الزمالك يعمل حسابه لكل خطوه ياخدها. لو اللعيبه دي هتتأيد وهتلعب لازم تكون معاهم، لو مش هتتأيد خلاص. طب انت شايف الموضوع من وجهة نظرك ايه؟ انا شايف ان الزمالك اتأخر في القيد، مش بقى عشان انا اهلاوي وكده، لا انا بتكلم كلمة حق. الزمالك اتأخر في القيد، وما كان المفروض يقيد اللاعبين يوم 31 يناير. طبعا الزمالك ما كانش جمع الفلوس. طيب اللاعبين لو اتأيدوا الفترة دي هيبقى في مشكلة ما بين الأندية واتحاد الكورة، فده طبعا هتبقى مشكلة. فانا شايف ان اللعيبة احتمال ما تتأيدش، ده من وجهة نظري. انا شايف اللعيبة احتمال كبير ما تتأيدش، واحتمال كبير ما تلعبش بسبب اتحاد الكوره ما قيدش اللاعبين، والزمالك اتاخر عن القيد. فخلال اليومين الجايين هي اللي هتحسم اللعبه هتلعب ولا لا. تعالوا بقى كده نخش النهارده في مباريات الدوري المصري. طبعا فيشر النهارده كان بيلعب مع حرس الحدود وكسب 1-0. طبعا المباراه كانت قويه جدا من فيوتشر عمل كل حاجه في المباراه. انا شفت المباراه، فيوتشر تقريبا هي اللي كانت ماسكه المباراه وكانت بتوصل بكل قوتها. طبعا تسديده من عبد الكبير الوادي،
خبطت في العارضه وبعدين رجعت خبطت في الحارس ودخل الجول. وفيوتشر النهارده هو وبيراميدز تعادلوا مع النادي الاهلي في النقاط. بيراميدز النهارده كسب انبي 2-1 وعملت مباراه قويه وريمونتادا كمان في النتيجه. بيراميدز كان خسران 1-0 في الدقيقه 12 وبعدين تعادل رمضان صبحي في الدقيقه 22 وبعدين سجل هدف الفوز محمد حمدي في الدقيقة 62. النهارده بيراميدز وفيوتشر بتعادلوا مع النادي الاهلي في النقاط، لكن النادي الاهلي متأجل له 3 مباريات، وكمان النادي الاهلي في المركز الاول، يعني مش حتى في المركز الثاني وبيراميدز في الاول، لا النادي الاهلي في المركز الاول ب 37 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني ب 37 نقطة، وفيوتشر في المركز الثالث 37 نقطة. النادي الاهلي طبعا متأجل له 3 مباريات، وهو الاسماعيلي والمقاولون العرب وفريق اخر. طبعا الدوري هيبدأ يشتعل. الزمالك في المركز الرابع ب 32 نقطة، ولو المقاولون العرب فاز على النادي الاهلي هنشوف المقاولون العرب في المركز الرابع والزمالك في المركز الخامس. الدوري بدأ يشتعل وبدأنا نشوف الفرق بتتقدم لقدام. نتمنى التوفيق لكل الفرق المصرية في افريقيا، سواء الاهلي او الزمالك او فيوتشر او بيراميدز. وبس كده، وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامة.